شاهد لمعركة القرين البطولية التي قامت بها مجموعة من شباب المسيلة من المقاومة الكويتية في تحديهم وقدرتهم الفائقة على الصمود ومواجهة القوى الغاشمة العراقية. يسعدنا أن نلتقي بأحد عناصر هذه المجموعة. نعرف الأخ محمد يوسف كريم. الأخ محمد يوسف كريم أعزائي المشاهدين قام بعمل بطولي من ضمن المجموعة التي قامت بالمقاومة في منزل القرين. نود أن توضح للمشاهد ما هي هذه المعركة، كيف بدأت ولماذا بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية العملية، وطبعا هم كانوا بنفس اليوم تاريخ 24/2 كانوا بياخذون أكبر عدد ممكن من الأسرى الكويتيين، فكانوا لدرجة انه يعني يطق الباب عليك، واذا ما رديت عليه الباب، ما فتحت له الباب، يطمر داخل. اذا عاد في شباب موجودين ياخذهم، واذا مو موجودين طبعا عادة العراقيين الجنود العراقيين بالسرقة معروفين. فهذه كانت يعني مجيئهم لنا احنا. في البداية أخ محمد، هل أنت عسكري؟ لا طال عمرك، أنا ماني عسكري، موظف في شركة البترول الوطنية. وكيف انضممت لمجموعة المسيلة؟ انضممت معاهم كونهم هم كانوا عندي عند بيت حامد وموجودين، وشفت ان لهم تحركات، فاحنا شباب ونعرف بعضنا، اذا عند واحد عنده شيء او خاش له شيء، طبعا تعرف يعني من التحركات تعرف، تحس ان شباب متحمس، وبنفس الوقت انا ودي اسوي شيء حق بلدي. لو ننتقل إلى هذه العملية التي قمتم بها، هل يمكن أن توضحها وتحدد الهدف منها؟ طبعا الهدف واجبنا اتجاه وطننا، وبدايتها أن مثل ما قلت أنا في ما قبل، أن يوي طقوا علينا الباب، ما ردينا عليهم. فالعسكري اللي كان واقف برا، هم كانوا اثنين بشفر بيضة، فبغي قال حق الثاني، قال حق اللي يطق الباب اطمر البيت. بعملية انه يطمر البيت، وقف وراه باص، ونزلوا 5 جنود مسلحين حاطين خوذهم وكل شيء، حوطوا البيت. هل كانوا يعرفون ان هذا البيت كانت فيه ذخيرة وأسلحة ومجموعة من عناصر المقاومة؟ لا طبعا ما كانوا يعرفون، لأنه لو كان يعرفون ان في احد كان ما قال حق رفيجه اطمر بروحك، فما كانوا يعرفون ان في شباب داخل. كنتوا تراقبونهم؟ اي طبعا، احنا كنا نراقبهم من الدريشه بيت القياده، بيت العجمي صالح العجمي، كنا قاعد نطالعهم. فلما قال شفنا تحويطه البيت وهذا، سحب الاقسام قائدنا ابو سامي سيد هادي، وعلق معاه الرشيش مع الاسف، لكن انا كنت واقف عنده، فاطلقت على اللي كان واقف على الشفر من الدور الثاني. اي نعم، من الدور الثاني. فبدت المعركه بيننا وبينهم الساعه 8 الصبح. اي يوم؟ 24/2، يعني يوم الهجوم البري بالضبط. انتم تعلمون ان قوات التحالف دخلت الى الكويت في ذلك اليوم، هل كان هناك مبرر للاشتباك بهذه القوة مع الجيش العراقي والعملية انتحارية؟ لا، مو هي انتحارية، ولا احنا كان في مبرر ان احنا حين نبدا عملياتنا. احنا كان عندنا تخطيط معين، ان بحالة الهجوم البري ودخول القوات المتحالفة او القوات الجيش الكويتي، احنا نقوم نساعدهم، احنا يعني نوريهم الطرق المؤدية الى الثكنات العسكرية اللي موجودة، واحنا كنا حافظين المنطقة يعني حفظ تام. بالإضافة إلى إرباك الجيش العراقي في الداخل طبعا، أن ترجع المقاومة بقوتها من الداخل وتسند القوى التي تزحف لتحرير الكويت. صراحة وهذا كان يومنا، يعني احنا بوقتها وقت دخولهم، هذا يومنا، احنا بواجبنا ان نكون من داخل احنا وياهم. أخ محمد، لو تكمل القصة من حيث ما وصلت إلى نقطة أن الجيش العراقي ب5 أفراد حاول أن يقتحم المنزل. بدأت المعركة مثل ما قلت الساعة 8. طبعا احنا حين ببيت واحد، كنا 20 واحد، وكلنا متجمعين بيت العجمي، فانتقل نصنا إلى بيت الله يرحمه الشهيد بدر ناصر العيدان.
اساس ان ما نكون مجموعه واحده، ومنها يتفرقون الشباب حق البيوت اللي قبال البيتين هذول. احنا هم عندنا 3 بيوت 4 بيوت، نسوي خلايا، يعني كل 5 ومعاهم واحد قائد معاهم. المهم فطلعوا 2 اللي هم الله يرحمه جاسم، الشهيد جاسم، والشهيد مبارك. وعلى طول في هاي تقريبا الساعه 8:10 8:15 الشهيد جاسم الله يرحمه جت له طلقه بريله بفخذه الايسر وانكسرت العظمه، والشهيد مبارك الله يرحمه جت له طلقه ببطنه وطلعت من ظهره. الشهيد جاسم يانا عندنا احنا ببيت العجمي، والشهيد مبارك راح بيت العيدان. طبعا كل مجموعه تسعف الجريح اللي عنده. اشتبكنا معاهم، بس فعلا يعني خلال دقائق تجمعوا علينا كمية هائلة من الجنود، لدرجة انه طبعا وانا فوق ماخذ غرفة بواجهة البيت، والشهيد عامر الله يرحمه كان ماخذ الصالة بواجهة البيت. فكان عندي دربيل وطالع يعني تحركات الجنود العراقيين. فقلت حق ابو سامي قائدنا، ابو سامي ترى جابوا لنا كمية كبيرة من الجنود. كان يقول ايش كثر عددهم؟ انا طبعا قاعد اطالعهم يطلعون من البيت ولابسين خوذهم عدة كاملة مالت العسكريين، فكانوا ياخذون يمين ويسار. فقاعد يقول لي ايش كثر، قدر، يعني شو اقول لك، انه يعني شيء لا يعقل ولا تتخيل. اني اقول لك ما اقدر اقدر الكمية هذه. المهم بدوا بتطويق يعني محاصرتنا، وبدوا يطلقون بالهواء اول شيء على اساس ان احنا تخلص ذخيرتنا. فهدينا احنا الوضع وقمنا ما نضرب الا الهدف اللي نشوفه يعني بالعين. بعدها اشتغلوا علينا بالار بي جي. شفت انا قبال البيتين، البيت العجمي في بيتين بالوسط، شفت واحد حامل الار بي جي وتوه بيهدفها حق البيت. رشيته، نزل راسه، وقلت حق ابو سامي قائدنا ان ترى الار بي جي بين. هاي طبعا الساعه تقريبا 9:30 10. بدأ القصف بالار بي جي. اي نعم، بدوا هم عاد بالار بي جي بكثافه. هم عاد بالار بي جي بكثافه. هني ابو سامي الله يرحمه قائدنا امر ان نرفع العلم الكويتي، بدام انه خلاص يعني المعركه وصلت مرحله اقوى وما في مفر، يعني ما في مجال انك انت تتراجع الا التضحيه الى النهايه. الى النهايه. فهني قرر ان ابو سامي الله يرحمه ان نرفع العلم ونموت تحت العلم فوق المنزل اللي احنا امامه الان. اي نعم. فرفعنا العلم. اللي رفع هذا كلام الجيران يعني. اي نعم. اللي رفع العلم الشهيد عامر فرج العنزي، والشهيد نقيب يوسف خضير. ووريك حقد العراقي شلون ان لما رفع العلم قاموا يرمون العلم، يعني علم بشكل عشوائي قاموا يرمون العلم. فلما نزلوا قالوا رفعنا العلم، كبرت انا كذا مرة من البيت. وبعد ذلك بعد ان حاولوا قصف المنزل بالار بي جي، هل نجحوا في ذلك؟ صراحة خذوا اعز واحد عندنا، عزيز علينا، وكان هو السند القوي لنا اللي هو الشهيد عامر الله يرحمه، لانه هو الوحيد اللي كان عندنا بالبيت حامل الاستقلال. وطبعا معروف عن الاستقلال انه ينحط على منصب، بس هو ما شاء الله عليه كان حاط على صدره يرمي ويتدرب الطوفة. فبدأ الار بي جي، ضربوا عنده ضربة ما حاشته الحمد لله، جت ضربة ثانية عندي انا والحمد لله نجيت. ردت الضربة الثالثة اللي خذت روح الطاهرة. وكان بنفس الغرفة معك؟ لا، الغرفة المجاورة لي واجهت. في الغرفة المجاورة. من كان معك في نفس الغرفة؟ انا كنت بروحي مستلم الغرفة. كنت تراقب ايضا الوضع؟ راقب الوضع. سمعنا ان الجيش العراقي بعد ما بدأ يقصف بالار بي جي طلب دبابات ودخلت الى الفريج، فهل يمكن ان توضح للمشاهد ذلك؟ لا، قبل لا يبون الدبابات احنا قومناهم، يعني عقب ما عامر الله يرحمه الشهيد عامر استشهد، انتقلنا الى وين؟ الى بيت العيدان، فصرنا كلنا موجودين هناك بيت العيدان. فحاولوا انه يقتحمون البيت اقتحام عادي بدون شيء، بدون الدبابات.
فهني احنا خليناهم لما يجون تحت الساس، وأمر من بوسامي أعطيناهم يدويات، قنابل يدوية. فهني صار إن خلاص لا يقدرون اقتحام ولا بالار بي جي ولا بالأسلحة الخفيفة. قتل منهم عدد كبير؟ ان شاء الله لان سمعنا صراخهم وصيحتهم لما قطينا اليدويات عليهم، لان كانوا متجمعين بكثافة تحت البيت. كان من الصعب تشاهدونهم. طبعا. وبعد ذلك؟ بعد ذلك عاد يا القرار اللي بالنسبة حق الدبابات، جابوا دبابتين، واحدة حطوها ورا البيت وواحدة قبال البيت، كانت تتنقل بين على الجانبين. واللي قصفتنا اللي ورا البيت هذه كانت قريبة علينا، وقصفت عدد كبير من يعني خذت الشهيد سيد هادي علوي والشهيد نقيب يوسف الخضير استشهدوا والسبب ضربات المدفعية. كان ضرب قذائف كثيرة من الدبابات؟ والله على حسب كلام الناس اللي شافوا، يعني بعد العملية هذه ما يقارب 28 أو 30 طلقة دبابة. والآن كيف شعورك بعد هذه العملية البطولية الرائعة التي وقفتم بها لتثبتوا بأنكم أبناء الكويت الصامدين أبطال المقاومة الكويتية؟ ربما كانت هذه العملية قد جاءت بهذا الوضع، جاءوا ليأسروكم ولكن لا بد من الاشتباك. فكيف تقول؟ ما هو شعورك بعد هذا العمل الرائع وماذا تقول للشهداء؟ نقول الله يرحم شهدائنا والله يفك أسرانا إن شاء الله، لأن عندنا الأسرى بعد هم مهمين، والشهادة واللي نالوا الشهادة الحمد لله عند رب العالمين مكتوب معروفة مكانتهم، واتمنى أن الله يفك أسرانا والمفقودين نشوفهم بحيل الله. وماذا تعني لك هذه العملية على مدى التاريخ؟ مقاومة مقاومة المعتدي، وإثبات أن الكويت لها شباب ولها سواعد ولها أعمدة تركن عليها. نحيي أعزائي المشاهدين الأخ محمد يوسف كريم على هذا الجهد الرائع وعلى بطولاته التي أثبت بها مدى تضحية ابناء الشعب الكويتي الوطني.